شلونكم اغاتي؟ تتذكرون من اهلنا كانوا يخوفونا يقولون لا تطلع برا بوحدك بالليل ترى تاكلك السعلوه. بالضبط هذا اللي صار ويا ايرن، بس هذا خطيه يعني لو طلعت له سعلوه هو يشرف له. طلع له واحد عملاق طوله 50 متر وشكله يلعب 66 نفس، والعملاق يبقى صافن عليه وهو جايب وياه صمونه كهربائيه يريد يسوي له فت برجر لانه سود عليه جوعان. وهواي طلبتوا مني اسوي تلخيص على هجوم العمالقه، وهالمرة جبت لكم موسميا طبق زوج حتى ما حد يقول لي ليش تنزل حلقة حلقة. فيا حبيب قلبي جيب التعلولة مالتك وتعال تونس بالكذب اللي بهذا المسلسل. ويبدأ المسلسل وانه من زمن جد جدي يعني قبل 100 سنة هيك شي طلعوا فد مخلوقات شكلهم على شكل بشر، بس هذول استغفر الله شكلهم تلعب النفس، اش ضخماتهم وواحدهم طوله 50 متر اسمهم العمالقة. وهذول العمالقة يا حبيب قلبي طبوا لك على مناطق البشر وقاموا ياكلون بالرايح والجاي، ما بقوا اي بشري اذا ما اكلوا شفطوه مثل الاندومي. اما بقية البشر اللي بقوا عايشين خما يبقون بالمنطقة شنو ما رايدين روحهم فخلوا وطفروا، وبنوا جدار عازل شطوله اطول من طول العمالقه حتى ما يقدرون يعبروا، وبهالطريقه قدروا يخلصون من هذول العمالقه اللي طيحوا حظهم طوال هاي السنوات الراحه. والبشر بقت عايشه بحمايه هذا الجدار اللي يدعون من الله يبقى حتى العمالقه ما يطبوا لهم ويشقوهم شيك. وتمر أكثر من 100 سنة ونشوف الناس ما شاء الله يعني رجعت لوضعها الطبيعي والوضعية فوق الفول، وهم بدأوا ينسون موضوع العمالقة وسوالفهم اللي صارت بالسنوات الراحة، وصار كلام الناس على موضوع العمالقة يعني هيك مجرد اسطورة وخرافات يخوفون بها الجهال. شلون